دكتورة آية، بنسمع كتير إن تمشيط الشعر غلط، ممكن يسبب تقصف وتساقط. بس إيه هي الطريقة الصح اللي تحافظ على الشعر من غير ما يتعب؟ وقبل ما نبدأ، أحب أقدم لكم ضيفتنا النهاردة، دكتور آية فؤاد، أخصائية الأمراض الجلدية، واللي دايما بتنورنا بنصايح مفيدة وسهلة التطبيق. فعلا يا فندم، تمشيط الشعر له طريقة معينة لازم نراعيها علشان نحافظ على الشعر من التقصف أو التساقط. خليني أقولك شوية خطوات بسيطة ممكن تفرق جدا في صحة شعرك. 1. نبدأ من تحت لفوق، يعني نبدأ نفك التشابك من الأطراف الأول، وبعدين نطلع للجذور بهدوء علشان ما نشدش الشعر ونقطعه. 2. نستخدم مشط واسع أو فرشة ناعمة، خصوصا لو الشعر مبلول، لأنه بيكون ضعيف وسهل يتقطع. 3. ما تسرحيش شعرك وهو مبلول خالص، لو مضطرة نشفيه شوية بفوطة قطن بلطف وبعدين سرحيه. 4. استخدمي سيرم أو ليف إن قبل التمشيط، ده بيقلل الاحتكاك والتشابك وبيخلي التمشيط أسهل. 5. أهم حاجة، التمشيط بهدوء ومش بعنف، يلي بيشد جامد ممكن يقطع الشعر بدل ما يفكه. يعني التمشيط ليه فن كمان؟ أكيد، التمشيط الصح مش بس بيحافظ على الشعر، ده كمان بيخلي شكله أنعم وصحي أكتر. لو وصلتم لنهاية الفيديو نحب نشكركم جدا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. ولو ليكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات، والدكتورة هترد عليكم.